بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات السادس العلمي، اليوم محاضرتنا هي تكملة نتيجة مبرهنة دي موفر. يلا نقول بسم الله وخلينا نشوف هذا السؤال شو يقول. يقول السؤال: حل المعادلة اللي هي x تكعيب زائدا 1 تساوي 0 باستخدام مبرهنة دي موفر. استاذ شو هنا؟ أنا ما قال لي باستخدام نتيجة مبرهنة دي موفر. حبيبي مو الا يقول لك ليش استاذ؟ لان انت هنا من راح تحله راح يصير الاس كسر واحد على رقم، فهنا أنا انت راح تعرفه انه هذا نتيجه مبرهنه دي موفر. شلون استاذ؟ لو اجيت تريد تحل اكس تكعيب زائدا 1 تساوي 0، راح اقول انه اكس تكعيب ايش تساوي؟ سالب 1. زين، اكس تكعيب بالجذر التكعيبي للطرفين، راح التكعيب يروح ويا الجذر يبقى شنو؟ يبقى اكس ايش تساوي لي؟ سالب 1. طبعا الداخل ايش قد؟ الداخل 1 على الخارج ايش قد؟ 3، فراح يصير 1 على 3. بما انه الكسر فهذا نتيجة مبرهنة دي موفر. تمام؟ فهسه انا هاي هنا شلون وضحت لك اياها؟ هنا شلون راح اكتبها بالبداية؟ راح اكتبها اكس تساوي سالب 1 مرفوعة إلى أس 1 على 3. شلون صارت؟ مثل ما وضحت لك هسه. زين استاذ وبعدين؟ هسه أنا فهمك بعدين إيش راح يصير. بابا أنا وضحت لك وين يجيني عدد صحيح، يعني مو عدد مركب كامل، أي زائد ام بي اي. طبعا هو هم أي زائد بي اي إنه صفر، بس إنه مو مثلا 3 زائد 4 مثلا. من يجيك هيج شو أسوي؟ قبل أكون الصيغة شلون استاذ؟ هسه أنا أقول لك شلون. هنا 1 وهنا سالب 1 وهنا الآي وهنا السالب آي. الواحد الزوايا مالته اللي هي 0 والاثنين باي. تمام؟ أما هاي أو هاي. الباي الزاوية مالته ايش قد؟ العفو الآي الزاوية مالته ايش قد؟ باي على 2 اللي هي 90. سالب 1 ايش قد الزاوية يمه؟ اللي هي باي. سالب آي ايش قد الزاوية يمه؟ 3 باي على 2 اللي هي 270. فهنا قبل تعرف الزوايا. زين استاذ والمقياس؟ المقياس اللي هو راح يصير الرقم. شلون استاذ؟ باو هذا السالب 1 تقدر تكتب لي اياه سالب 1 في 1؟ اي استاذ اقدر اكتبه سالب 1 في 1. ترى هذا الواحد راح يمثل لك الار اللي هو المقياس، وهذا السالب 1 راح يمثل لك منو؟ راح يمثل لك الثيتا. شلون استاذ؟ الواحد هو المقياس اللي هو الار، السالب 1 وين صاير؟ صاير على اليسار اللي هي ايش قد الزاويه مالته؟ الزاويه مالته باي. اذا من راح تجي قبل تكتب لي الصيغه زد او اكس حسب المتغير، العفو، اكس تساوي الار اللي هو 1 افتح قوس كوساين الثيتا اللي هي من هي؟ سالب 1 اللي هي ايش قد؟ اللي هي الباي. تمام؟ زائدا اي ساين الباي، واسد القوس. كونت الصيغه. وبعدين استاذ بعدين اوزع هذا الاس اللي هو 1 على 3 على الاكس وعلى الار وعلى الصيغه. تمام؟ 1 على 3. زين. وبعدين استاذ هسه انا ورا ما كتبت الصيغه والاس مالتي صار كسر، اكتب قانون نتيجه مبرهنه دي موفر وتساوي، بما انه 1 مرفوع الى اس 1 على 3 فهو 1 ما راح ياثر، تقدر ما تكتبه، يعني جذر تكعيبي الواحد هو 1. زين استاذ بعدين اكتب القانون مال نتيجه مبرهنه دي موفر اللي هو كوساين اجر خط الكسر مقام الأس اللي هو 3 راح ينزل هنا 3 بالمقام. الثيتا اللي هي باي تنزل بالبسط باي. شو اضيف لها؟ 2 كي باي. هذا قانون نتيجة مبرهنة دي موفر. زائدا اي ساين تنعاد نفسها، جر خط الكسر مقام الأس اللي هو ايش قد؟ 3 ينزل هنا، الباي ينزل هنا. شو اضيف؟ اضيف 2 كي باي، سد القوس. زين
العداد مال الكيج منين راح يبلش؟ يبلش من الصفر. زين هي يا جذور تكعيبية، إذا 0 1 2. شلون عرفتها تكعيبية؟ 1 على 3. منين يبلش؟ من الصفر. 0 1 2، أقل من الرقم بواحد، يعني أقل من 3 بواحد لحد 2 ونوقف. زين، بعدين أبدي أحسب من يكون الكي اف كي تساوي 0. ايش قد يطلع لي الناتج؟ يلا قول بسم الله. وتساوي، أفتح قوس، كوساين، من أعوض مكان الكي 0. أنا إيش عندي؟ عندي كوساين الباي زائدا 2 باي على ايش قد؟ على 3. من أعوض مكان الكي 0، فهذا المقدار كله راح يصفر، من يبقى؟ باي على 3. إذا قبل راح أنزل ايش قد؟ باي على 3 زائدا اي ساين الباي على 3. سد القوس. تمام. زين، وراها احسب الزوايا. وتساوي، يابا كوساين الباي على 3 ايش قد؟ 1 على 2. تمام. زين، زائدا ساين الباي على 3 جذر 3 على 2 اي. سد القوس. هذا اول جذر حسبناه. زين، وراها اف كي تساوي 1. اف كي تساوي ايش قد؟ تساوي 1. وتساوي، افتح قوس، كوساين، ياب انا ايش عندي؟ عندي باي زائدا 2 كي باي على ايش قد؟ على 3. لو عوضت مكان الكي 1 فراح تصير 2 في 1 2، في باي 2 باي زائدا باي ايش قد؟ 3 باي. 3 باي على ايش قد؟ على 3. يابا الثلاثة ويا الثلاثة تروح، ايش يبقى عندي؟ يبقى عندي بس الباي. اذا راح اكتب كوساين الباي زائدا اي ساين الباي. اسد القوس. يابا كوساين الباي من زوايا رؤوس دائرة الوحدة ايش قد الناتج مالته؟ العفو، -1. -1 هذا مال منو؟ مال الكوساين. وساين الباي ايش قد قيمته؟ 0. تمام. كوساين الباي من رؤوس دائرة الوحدة ايش قد كوساين الباي؟ كوساين الباي -1. وساين الباي ايش قد؟ 0. في اي هو 0. اذا ايش قد الناتج مالته؟ -1. زين، بعد اف كي تساوي ايش قد؟ اف كي تساوي 2. راح اجي اكتب هنا اف كي تساوي 2. احسب الناتج. هو يساوي، افتح قوس، كوساين، يابا لو عوضت مكان الكي 2، 2 في 2 4، في باي 4 باي زائدا باي ايش قد راح يصير؟ 5 باي على ايش قد؟ على 3 زائدا اي ساين تنعاد نفسها 5 باي على ايش قد؟ على 3. اسد القوس. زين، هنا ايش صار عندي؟ هنا صار عندي 5 باي على 3. اكو رقم يم الباي، هاي ضمن لو عابره؟ بما انه 5 على 3 فال3 حدا لحد ال5، فهاي ضمن. اذا هذا الرقم ال5 اللي هو من هو؟ جاسوس. شو يسوي؟ ينضرب بالزاويه. باي على 3 ايش قد قيمتها؟ 60. 5 في 6 30. ايش قد الزاويه؟ 300. 300 بيا ربع؟ بالربع الرابع. ربع رابع الكوساين بيا اشاره بالموجب، والساين بيا اشاره بالسالب. يلا هسه الجاسوس اختفى دوره بعد ما احتاجه. يابا كوساين الباي على 3 ايش قد قيمته؟ 1 على 2. ساين الباي على 3 ايش قد قيمتها؟ جذر 3 على 2 اي. وانتهى حل هذا السؤال الوزاري. طبعا هذا السؤال وزاري، اعتقد اخر مره اجى 2022 2024 دور ثاني. زين، خلينا نشوف بعد اسئله. هذا السؤال اجى بال 2023، يعني حسب ذاكرتي 2023 دور اول. يقول حل المعادله باستخدام نتيجه مبرهنه دي موفر. زين،
خلينا نشوف هذا السؤال شلون راح احله باستخدام نتيجة مبرهنة دي موفر. اولا بما انه عندي اي بالمقام من حقي اضرب المعادلة كلها في اي حتى زين. راح يروح الاي شو يبقى عندي؟ يبقى عندي 2 زد تكعيب زائدا 16 تنضرب في اي لان انا ضربت المعادلة كلها في اي وتساوي 0 في اي 0. زين. من حقي هسه ابقي المجهول بطرف اللي هو 2 زد تكعيب وانقل المعلوم بطرف راح يصير سالب 16 اي. من حقي هسه اقسم على 2 راح تصير زد تكعيب تساوي 2 على 2 راحت 16 تقسيم 2 سالب 8 اي. من حقي هسه اجذر الطرفين ايش راح يصير؟ راح يصير زد تساوي، خلي اوضح لك اياها على صفحه. هنا انا ايش عندي؟ عندي زد تكعيب تساوي سالب 8 اي. من حقي اجذر الطرفين بالجذر التكعيبي. تكعيب ويا الجذر يروح ايش يبقى عندي؟ يبقى عندي زد، فراح يصير سالب 8 اي مرفوعة الى اس 1 على 3. نحول الجذر الى اس، فهنا ايش راح يصير عندي؟ سالب 8 اي مرفوعة الى اس 1 على 3. قلت لك من يجيني هيك رقم شلون اطلع المقياس والزاويه تطلع مباشر. شلون استاذ؟ هسه انا اوضح لك شلون. اني مو عندي سالب 8 اي اي استاذ، اقدر اخذ الرقم الموجب اللي هو 8 على صفحه من حقك. زين يصير هنا اضربها في سالب اي. اي استاذ هي 8 في سالب اي نفسها سالب 8 اي. استاذ ليش هيك سويت؟ حتى اقول لك يابا ترى هذا الرقم يمثل الار وهذا السالب اي راح يمثل الثيتا. ايش قد قيمتها؟ سالب اي قيمتها 3 باي على 2. اذا هسه قبل راح اكتب الصيغه القطبيه اللي هي زد تساوي الار اللي هو قيمته 8 افتح قوس كوساين ايش قد الثيتا مال سالب اي؟ 3 باي على 2. فراح اكتب 3 باي على 2. انزل الزاويه 3 باي على 2 زائدا اي ساين 3 باي على 2 اسد القوس. هسه شباب هذا الاس اللي هو 1 على 3 اوزعه على الزد وعلى الار وعلى الصيغه. بما انه الاس كسر فهذا نتيجة مبرهنة دي موفر. يلا خلي اكتب قانون النتيجة وتساوي الجذر التكعيبي للثمانية هو 2. تمام. افتح قوس. يلا نكتب قانون النتيجة. كوساين اجر خط الكسر مقام الاس ينزل لي هنا مقام الزاوية اللي هي 3 باي على 2 تنزل بالبسط. شضيف 2 كي باي. جيد. زائدا اي ساين كلها تنعاد نفسها. اي ساين افتح قوس مقام الكسر اللي مقام الاس ينزل وين؟ ينزل بالمقام. وهنا الثيتا اللي هي عفوا مو 3 3 باي على 2 3 باي على 2 زائدا 2 كي باي. تمام. تنزل بالبسط. يلا العداد مال الكي منين يبلش؟ من الصفر وواحد واثنين. ليش؟ لان جذور تكعيبيه الحد اقل من الثلاثه بواحد لان بادين من الصفر. يلا هسه راح ابلش اف كي تساوي شقد؟ تساوي صفر. احسب الناتج. زين 2 وتساوي 2 افتح قوس. يابا اذا اعوض صفر اعوض لك على صفحه. أنا عندي مثلا كوساين 3 باي على 2 زائدا 2 كي باي على شقد؟ على 3. لو عوضت مكان الكي صفر فهذا المقدار كله راح يروح. ايش راح يبقى عندي؟ 3 باي على 2 على 3. هاي الثلاثة بمن تنضرب؟ تنضرب بالاثنين. ايش راح يصفى عندي؟ كوساين 3 باي على شقد؟ 3 في 2 6. باختصار اي باختصار هاي بها واحد هاي بها اثنين. ايش راح يبقى عندي؟ كوساين الباي على 2. اذا ورا ما صفيت الزاويه راح اقول يابا كوساين الباي على 2 زائدا اي ساين الباي على 2. تمام.
يابا كوساين الباي على 2 هاي من رؤوس دائرة الوحدة، ايش قد الناتج مالتها؟ كوساين الباي على 2 اللي هو كوساين ال90 ايش قد قيمته؟ صفر، زائدا ساين ال90 اللي هي باي على 2 ايش قد قيمته؟ قيمته 1 ينضرب بالاي ايش راح يصير؟ راح يصير اي. زين اوزع الاثنين عليهم، 2 في صفر صفر، 2 في اي راح يصير 2 اي. تمام تمام. زين هاي في حال اف كي تساوي صفر. زين هسه اف كي تساوي 1 ايش قد راح يكون الناتج؟ اجي اقول ويساوي 2 افتح قوس كوساين باور، خلي هم اوضح لك اياها على صفحه. انا ايش عندي؟ عندي كوساين ل3 باي على 2 زائدا 2 كي باي على ايش قد؟ على 3. لو اجيت عوضت مكان الكي 1 ايش قد راح يطلع الناتج؟ راح تصير كوساين اجر خط الكسر هنا 3، هاي الثيتا تنزل 3 باي على 2 زائدا عوضت مكان الكي 1، 2 في 1 2 في باي 2 باي. زين هنا ايش راح اسوي؟ راح اوحد مقامات بالبسط. ايش راح تصير؟ راح تصير كوساين جر خط الكسر بالمقام هاي 3 ما العلاقه بها نزلتها، بالبسط راح اوحد مقامات على ايش قد؟ على 2. يلا 1 في 3 باي 3 باي زائدا 2 في 2 ايش راح تصير؟ 4 باي زائدا 3 باي 7 باي. فهمناها؟ وحدت مقامات على ايش قد؟ على 2. بعدين قلت 1 في 3 باي 3 باي زائدا 2 في 2 باي 4 باي، ايش راح يصير؟ 3 زائدا 4 باي 7 باي. قلنا هاي الثلاثة بمن تنضرب؟ تنضرب بالاثنين، فراح تصير كوساين 7 باي على ايش قد؟ على 6. اجي انزل هنا قبل 7 باي على ايش قد؟ على 6 زائدا اي ساين ال7 باي على 6. تمام؟ زين 7 باي على 6 هاي اكو رقم بصف الباي ضمن لو عابره؟ ضمن، لان 6 حدها ل 11، فراح اقول يابا هذا السبعه جاسوس بمن ينضرب؟ ينضرب بالباي على 6 اللي هي ايش قد قيمتها؟ 30. صفر ينزل 3 في 7 21 يا ربع، ربع ثالث. زين بالربع الثالث الكوساين بيا اشاره، الكوساين بالسالب، الكوساين بالسالب. زين والساين ايضا بالسالب. اذا هسه الجاسوس اختفى دور، هاي بعد ما احتاجه. يابا كوساين الباي على 6 ايش قد قيمته؟ جذر 3 على 2. زين والساين الباي على 6 ايش قد؟ 1 على 2. 1 على 2 اي. زين اوزع الاثنين ايش راح يصير؟ وتساوي سالب جذر 3 سالب الاثنين ويا الاثنين راحت بقت بس سالب جذر 3، الاثنين ويا الاثنين راحت بقالي من هو؟ بس الاي. تمام؟ يعني هاي الاثنين من وزعت اختصرت هاي ويا هاي بسط ومقام، هنا من وزعت ايضا اختصرت بسط ومقام. زين تقدر هسه انت تحل لي اف كي تساوي 2 واجب عليك تعوض مكان كل كي 2 وتحسب لي الناتج ايش قد يطلع. دبرها لو ما تدبرها دبرها على نفس نمط الحل وشوف الزاويه ايش قد راح تطلع. تمام؟ زين يلا خلينا نشوف هذا السؤال الوزاري. طبعا يمكن اجى اخر شيء بال 2022 دور اول. يقول حل المعادله باستخدام نتيجه مبرهنه ديم اوفر. طبعا هي تساوي صفر. زين اول خطوه راح ابقي المتغير بطرف والمعلوم بطرف، راح اقول يابا زد تربيع يساوي، هي مو اشاره السالب، هذا العدد المركب كله راح انقله ورا اللي يساوي، وما انسى انه هو هذا كل سالب داخل الجذر يطلع برا الجذر على شكل حرف. فايش راح يصير؟ بس هذا السالب يتغير، نفس العدد المركب ينزل ورا اللي يساوي. قبل راح انزل 1 زائدا جذر 3 اي، وهنا أنا راح انزل على 1، العفو هاي ناقص الاشاره اللي بالبسط، على 1 زائدا جذر 3 اي. هذا منين يجي الاي؟ طلعت هذا السالب اللي داخل الجذر. زين بما انه عندي قسمة اضرب بسط ومقام في مرافق المقام، 1 ناقصا جذر 3 اي على 1 ناقصا جذر 3 اي. تمام. زين زد تربيع تساوي المقام
ضرب مترافقان، مربع الأول زائد مربع معامل I 4. الباسط أوزع، ايش راح يصير؟ واحد في واحد واحد، واحد في سالب جذر 3I سالب جذر 3I، زين سالب جذر 3I في واحد سالب جذر 3I، زين سالب بالسالب موجب، جذر 3 في جذر 3 3 بدون جذر، I في I تربيع، زين كل I تربيع شو تسوي؟ تعكس إشارة ما قبلها وتحذف، راح تصير سالب 3. زين Z تربيع تساوي 1 ناقصا 3 سالب 2، سالب جذر 3 I سالب جذر 3 I نفس الإشارة وأجمع، راح تصير سالب 2 جذر 3 I على شقد؟ على 4. أوزع، أجزء حدود البسط على المقام، راح تصير سالب 2 على 4 سالب 1 على 2، بيناتهم يا عملية طرح، 2 على 4 ايش راح يبقى؟ بيبقى بس جذر 3 على شقد؟ على 2، ال 2 بها 1 4 بها 2، ما أنسى مضروبة في I. هسه ايش راح اسوي؟ راح اقول بالجذر التربيعي للطرفين، حتى شنو؟ حتى اخلص من هذا التربيع. هنا هم جذر، اذا راح يصير عندي زد تساوي سالب 1 على 2 سالب جذر 3 على 2 اي كلها مرفوعة للأس شقد؟ 1 على 2. ايش سويت هنا؟ حولت الجذر إلى كسر لا أس. زين هنا بما أنه الأس كسر، إذا هذا شنو هو؟ إذا هذا نتيجة مبرهنة دي موفر، فراح أروح أكون الصيغة. شلون أكون الصيغة؟ راح أحول العدد المركب إلى صيغة ديكارتية على شكل نقطة. آخذ سالب 1 على 2 بسالب جذر 3 على 2. أروح أطلع المقياس، الآر تساوي شنو قانون الآر؟ إكس تربيع زائدا واي تربيع، هذا الإكس وهذا الواي. سالب 1 على 2 1 على 4، هاي التربيع مالتها، زائدا سالب جذر 3 على 2 تربيع راح يصير 3 على 4، ويساوي تحت الجذر 1 زائد 3 4. ليش؟ لأن المقام متوحد، 4 على 4 1 جذر الواحد هو 1، إذا الآر ايش قد؟ 1. وراها أروح شو أسوي؟ طلع الكوساين، كوساين الثيتا شو يقول؟ الإكس على الآر ايش قد الإكس؟ الإكس سالب 1 على ايش قد؟ على 2 على الآر ايش قد؟ 1، ما يضر ما ينكتب. زين ساين الثيتا شو يساوي لنا؟ واي على ار، ايش قد الواي؟ سالب جذر 3 على 2 على الار ايش قد؟ 1، ما ينكتب ما يضر. زين من هنا شو احدد؟ حدد الربع، سالب 1 على 2 اثنيناتهم بالسالب يا ربع، ربع ثالث. زين الاسناد ايش قد؟ بما انه الكوساين 1 على 2 والساين جذر 3 على 2 ايش قد الاسناد مالتهم؟ باي على 3. زين القيمة الأساسية للسعة بالربع الثالث ايش تساوي لنا؟ تساوي لنا باي زائد الإسناد اللي هو باي على 3. إذا الثيتا ايش قد راح تطلع؟ وحد مقامات على 3، 3 في باي 3 باي زائدا باي 4 باي. هاي هي من هي؟ هاي هي الثيتا. أروح شو أسوي؟ أروح أكتب قانون الصيغة القطبية، وراح أخلي الأس اللي هو 1 على 2 وأبدي بالنتيجة مال مبرهنة دي موفر. بس حتى ما أنسى انه الزاوية ايش قد طلعت عندنا؟ 4 باي على 3. فراح اجي هسه اكمل الحل. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي زد تساوي ايش قد الار؟ 1 ينكتب كوساين الثيتا ايش قد حسبتها هسه؟ 4 باي على 3 زائدا اي ساين 4 باي على 3. اسد القوس. زين مرفوع إلى أس شقد؟ 1 على 2 جذور تربيعية، وهنا شقد؟ 1 على 2. إذا هذا شنو هو؟ هاي نتيجة مبرهنة دي موفر. يلا خلينا نكتب هسه قانون نتيجة مبرهنة دي موفر ايش راح يساوي لنا؟ وتساوي افتح قوس كوساين جر خط الكسر ايش قد بالمقام؟ 2 مقام الأس، تمام؟ الثيتا ايش قد؟ 4 باي على 3 شظيف 2 كي باي زائدا اي ساين
نفس الحالة تنعاد. أجر خط الكسر مقام الأس ينزل هنا 4 باي على شقد على 3 زائدا 2 كي باي أسد القوس. يلا وتساوي افتح قوس العداد مال الكي منين يبلش؟ من الصفر والواحد. زين هسه راح احل اف كي تساوي لنا شقد؟ تساوي لنا صفر. اذا اعوض مكان الكي صفر هذا مو كله راح يروح؟ اي راح يروح. ايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي كوساين 4 باي على 3 على 2. الاثنين بما تنضرب بالثلاثه شو يصير عندي؟ 4 باي 2 في 3 6 زائدا اي ساين نفس الحاله تنعاد. من يكون الكي صفر اعوض صفر شو يبقى عندي؟ 4 باي على 3 على 2. هاي الاثنين بما تنضرب بالثلاثه ايش راح يصير عندي؟ 4 باي على 2 في 3 6. يلا اكو اختصار؟ اي اكو اختصار. وتساوي افتح قوس كوساين على 2 4 كم 2 بها 2 6 كم 2 بها 3 زائدا اي ساين نفس الحالة تنعاد. 2 باي على شقد؟ على 3. يعني على 2 بيها 2 على 2 بيها 3. زين 2 باي على 3 2 ضمن يعني جاسوس بمن ينضرب بالباء على 3 اللي هي شقد؟ 60. 2 في 60 120 يا ربع ربع ثاني. بالربع الثاني الكوساين بيا إشارة بالسالب والساين بالموجب. إذا هذا الجاسوس اختفى دوره. كوساين الباء على 3 شقد قيمته؟ 1 على 2 ساين الباء على 3 جذر 3 على 2 ما انسى مضروبة في اي. هاي في حال كان الكي قد صفر. زين اف كي تساوي 1 تقدر انت تحلها واجب عليك؟ تقدر. ليش ما تقدر؟ اعوض مكان كل كي 1 واحسب الناتج وينتهي الحل. زين هسه طلاب ركزوا لي على هذا السؤال كلش مهم كلش مهم. هذا السؤال اجى بال 2024 دور اول. يقول احسب باستخدام مبرهنة ديموفر. هذا النوع من الاسئله يربط لك ديموفر زائد النتيجه. شلون؟ ما يجيني الاس يعني اس كسر 1 على 2 1 على 3 ويجي هذا الورقه انشقت. يلا مو مشكله. مثلا اجاني سالب 3 على 2 او مثلا 5 على 3 مثلا لا على التعيين. فهنا أنا من يجيني هيك الأس ما يجيني 1 على 2 أو 1 على 3 أو 1 على 4 أو 1 على 5. فهنا تعرفوا إنه هذا شنو هو؟ ديموفر زائد منو؟ زائد النتيجة. زين أستاذ إيش راح أسوي من يجيني هيك؟ هسه أنا أفهمك شو تسوي. تعال بابا احسب باستخدام مبرهنة ديموفر. راح أسوي له قوسين. أستاذ قوسين شنو؟ هو علي راح أنزل العدد المركب اللي هو جذر 3 زائد اي. هذا الرقم اللي فوق الكسر اللي هو بالبسط اللي هو شقد؟ سالب 3. خلي لي اياه هنا. راح منو بقى بمكان السالب 3؟ بقى 1 على شقد؟ على 2. استاذ شلون سويت هيك؟ مو عند الرفع تضرب الاسس. يعني هسه سالب 3 اذا تضرب ب1 على 2 شو يرجع لي؟ سالب 3 على 2. استاذ شو استفاد؟ هذا الواحد على 2 غطيه هذا للنتيجه وهذا السالب 3 هذا ينحل ديموفر. شلون استاذ؟ هذا العدد المركب راح احوله على شكل نقطه جذر 3 بواحد مو معامل. هذا اكس وهذا واي. طلع المقياس. راح اطلع لك الناتج قبل. يعني راح اقول اكس تربيع 3 جذر 3 تربيع 3 1 تربيع 1 اجمعهم 4 جذر الأربعة ايش قد؟ 2. اذا المقياس ايش قد؟ 2. زين كوساين الثيتا شو يساوي لك؟ اكس على ار. ايش قد الاكس؟ جذر 3. ايش قد الار؟ 2. زين ساين الثيتا شو يساوي؟ يساوي واي على ار يعني 1 على 2. زين اثنيناتهم بالموجب بيا ربع. ربع اول. جيد. ايش قد الاسناد؟ الاسناد بما انه الكوساين جذر 3 على 2 والساين 1 على 2 اذا الاسناد باي على 6. زين الثيتا بالربع الاول ايش تساوي؟ تساوي الاسناد اذا قبل تساوي باي على 6. جيد. روح اكتب لي قانون الصيغه. زد تساوي الار ايش قد؟ 2 افتح قوس كوساين ايش قد الثيتا؟ باي على 6 زائدا اي ساين الباي على 6. استاذ انت ايش تحل؟ دا حل ديموفر. وين استاذ ديموفر؟
هذا القوس مرفوع إلى أس فردي. مو قلنا بدي موفر أغطي الأس وأروح أطلع الآر والكوساين والساين والصيغة، بعدين هذا الأس اللي هو سالب 3 يتوزع على الزد وعلى الآر وعلى الصيغة. دي موفر. الحالة الثانية زين، زد أس سالب 3 وتساوي 2 أس سالب 3. بما أنه الأس مالته سالب ينزل وين؟ للمقام. زين 2 أس 3 ايش قد؟ 8. وين ينزل؟ المقام. ليش؟ لأن الأس بالسالب. زين هنا أنا ايش رجع لي؟ رجع لي دي موفر الحالة الأولى، قوس الصيغة مرفوعة على أس. هذا الأس بمن ينضرب؟ بالكوساين وبالساين. أضرب بالموجب وأغير إشارة الوسط. ليش؟ لأن الأس بالسالب. فراح يصير كوساين ل3 باي على ايش قد؟ على 6. أغير إشارة الوسط لأن الأس بالسالب. سالب اي ساين نفس الحالة 3 باي على 6. زين اكو اختصار؟ اي اكو اختصار. زد سالب 3 وتساوي 1 على 8 افتح قوس كوساين على 3 تروح، و6 على 3 ب2 ناقصا اي ساين الباي على 2. زين هسه هنا استاذ خلصنا. انت هسه خلص الدي موفر، بعد منو؟ بعد النتيجة. يعني استاذ شو يسوي؟ هسه هنا نهاية ترفع لي أس 1 على 2. استاذ ليش ما أحسب الزاوية؟ لا حبيبي أنت ما خلصت السؤال حتى تحسب لي الزوايا. وهنا هنا هم أس 1 على 2، وهنا هم راح يصير سالب 3 على 2. تمام؟ زين هسه ايش راح أسوي؟ هسه راح أكتب قانون نتيجة مبرهنة دي موفر. راح أقول ويساوي يابا 1 على 8 الجذر مالته الجذر التربيعي لها ايش قد؟ الواحد جذره 1، الثمانية جذرها التربيع ايش قد؟ 1 على 2 جذر 2. هذا هو الجذر التربيعي للثمانية. جيد. اكتب لي قانون نتيجة مبرهنة دي موفر. شو يقول؟ يقول كوساين أجر خط الكسر مقام الأس ايش قد؟ 2. الثيتا مالتي ايش قد؟ باي على 2 زائدا 2 كي باي زائد نفس الحالين عاد للساين اي ساين نفس الحالة تنعاد أجر خط الكسر ايش قد بالمقام؟ مقام الأس اللي هو ايش قد؟ 2. الثيتا ايش قد عندي؟ باي على 2. شضيف 2 كي باي سد القوس. زين الكي العداد مالته منين يبلش؟ كي تساوي 0 و1. ليش؟ لأن هو جذور تربيعية 1 على 2. يلا هسه اف كي تساوي 0 احسب الناتج. ايش قد راح يطلع عندي؟ وتساوي 1 على 2 جذر 2 افتح قوس كوساين. شوف انا ايش عندي؟ عندي كوساين الباي على 2 زائدا 2 كي باي على ايش قد؟ على 2. اذا اعوض مكان الكي صفر هذا مو كله راح يصفر المقدار ل 2 في صفر صفر في باي صفر كلها راح تروح. شو يبقى عندي؟ باي على 2 على 2. هاي الاثنين بما تنضرب بالاثنين ايش راح يصير عندي؟ كوساين الباي على 4. ونفس الحاله للساين، فانا راح اقول كوساين الباي على 4 زائدا اي ساين الباي على 4 اسد القوس وتساوي 1 على 2 جذر 2 افتح قوس. يابا كوساين الباي على 4 ايش قد؟ 1 على جذر 2 زائدا اي ساين نفس الحالة تنعاد العفو هاي كلها خلي اعيد لك اياها ما انزل الساين. 1 على 2 جذر 2 افتح قوس كوساين الباي على 4 ايش قد قيمته؟ 1 على جذر 2 زائدا ساين الباي على 4 ايش قد؟ 1 على جذر 2 ما انسى بمن مضروبة بالاي. هنا من راح اوزع الار عليهم راح يصير 1 في 1 1 2 جذر 2 في جذر 2. هاي صعبة عليك؟ اصبر. جذر 2 2 جذر 2 في منو؟ في جذر 2. يابا جذر 2 في جذر 2 ايش قد؟ 2 في 2 4. اذا راح يصير 1 على 4 زائدا نفس الحالة 1 على 4 مضروبة في اي. زين اف كي تساوي 1 واجب عليك انت تحلها. اعتقد راح تطلع بس تنقلب الاشارات يعني يصير سالب 1 على 4 زائدا 1 على 4 او هيك شيء. فقط الاشارات اللي راح تتغير. فهذا واجب عليك اريدك انت تحله. زين
آخر سؤالين نختم بهن المحاضرة إن شاء الله. هذا السؤال راح أفهمك فكرته وتكمله أنت. جد الجذور التكعيبية للعدد المركب 1 زائد آي تربيع على وفق مبرهن الديموفر. بما أنه أنت شفت قوس مرفوع إلى أس تربيع وجد الجذور التكعيبية، فأكيد ما ننسى هذا ديموفر زائد منو؟ زائد النتيجة. شلون عرفت أستاذ؟ أولا القوس مرفوع إلى أس تربيع وهو يريدني أجد الجذور التكعيبية إليه، فأنا شلون أجد الجذور التكعيبية وأنا ما متخلص من التربيع مالته؟ فلازم أخلص التربيع مالته على وفق مبرهن الديموفر، بعدين أجد الجذور التكعيبية على نتيجة مبرهن الديموفر. زين، أول شيء هذا العدد المركب أحوله على شكل نقطة، أطلع المقياس راح يطلع جذر 2، كوساين الثيتا راح يصير اكس على ار اللي هو 1 على جذر 2، ساين الثيتا راح يصير 1 على جذر 2 لان واي على ار. تمام. بالربع ربع أول. تمام. الإسناد باي على 4، والثيتا بالربع الأول تساوي الإسناد، إذن تساوي باي على 4. أكتب قانون الصيغة القطبية Z تساوي R اللي هو جذر 2، أفتح قوس كوساين الثيتا اللي هي باي على 4 زائدا I ساين الباي على 4. زين، هنا أنا راح أوزع الأس مال منو؟ مال مبرهن الديموفر اللي هو 2 2 هنا 2 هنا 2، كأنما دا حل ديموفر من جديد. وتساوي يابا جذر 2 تربيع هو 2، أفتح قوس كوساين اوزع الاثنين ايش راح يصير؟ راح يصير 2 باي على ايش قد؟ على 4. اكو اختصار؟ اكو اختصار. راح يصير باي على 2، اذا كوساين الباي على 2 زائدا اي ساين الباي على ايش قد؟ على 2. اسد القوس. هسه اني خلصت حل مبرهن الديموفر. هو ايش رايد؟ جد الجذور التكعيبيه. فهنا ايش راح اخلي؟ راح اخلي 1 على 3، وهنا ايش اخلي؟ 1 على 3، واجي اكتب القانون مال نتيجه مبرهن الديموفر اللي هي ايش راح تصير؟ وتساوي الجذر التكعيبي للاثنين ما اعرفه، يبقى جذر تكعيبي للاثنين. تمام. زين، افتح قوس كوساين الاس مال الكسر مال الاس ايش قد؟ المقام مال الاس 3، انزلها بالمقام. الثيتا اللي هي ايش قد؟ باي على 2 زائدا 2 كي باي زائدا اي ساين نفس الحالة تنعاد. هاي ليش انا نزلت هيك على الترابي؟ المهم 3 هنا باي على 2 زائدا 2 كي باي، سد القوس. يابا العداد مال الكي منين يبلش؟ 0 1 2 لان جذور تكعيبية، وابلش اف كي تساوي 0 واكمل الحل. اكمل الحل واجب عليك. يعني صار الحل روتين، انت هسه المفروض كله تعرفه. انا اعطيك الافكار وانت تكمل باقي الحل. يعني هسه بس تعوض مره كي تساوي 0، مره كي تساوي 1، مره كي تساوي 2 وتحسب الناتج. تمام تمام. زين، اخر سؤال اريد تركيز عالي عليه نختم به المحاضره. اعرف طولت عليكم بس محاضره مهمه وان شاء الله انتهى اصلا موضوع مبرهن الديموفر. يقول أوجد الصيغة القطبية للمقدار هذا ثم جد الجذور الخمسة له. أكيد بالبداية ديموفر بعدين النتيجة. شلون عرفته؟ لأن بالبداية يريد الصيغة القطبية للمقدار مرفوع إلى أس تربيع. من راح أفكها وأسوي الصيغة؟ راح أرفعها للأس أكملها، لازم أجد الجذور الخمسة لها. يلا، أول شغلة هذا الأس ما له علاقة به، راح أكون الصيغة. أول شيء أحوله على شكل شنو؟ شكل نقطة. جذر 3 بواحد، يلا ما له علاقة بالأس. اطلع المقياس لسه ولا راح اطلع الناتج قبل؟ راح يصير 2. ليش؟ لان اكس تربيع جذر 3 تربيع 3، 1 تربيع 1 اجمعهم 4 جذر الأربعة 2. هذا هو المقياس. يلا اجي اطلع منه كوساين الثيتا. شو يساوي لنا؟ جذر 3 على 2. يلا ساين الثيتا ايش تساوي لنا؟ تساوي لنا 1 على 2. يلا بيا ربع ذولا، ربع اول. ليش؟ اثنيناتهم بالموجب، ربع أول. زين، الإسناد باي على 6. ليش؟ لأن كوساين جذر 3 على 2 والساين 1 على 2 اللي هي باي على 6. يابا الثيتا بالربع الأول ايش تساوي؟ تساوي الإسناد اللي هي باي على 6. كون الصيغة. تعال كون الصيغة. زد تساوي ايش قد الآر؟ 2. افتح قوس
كوساين ايش قد الثيتا؟ باي على 6 زائدا اي ساين الباي على 6 سد القوس. زين هسه اني لازم ارفعها الياؤس تربيع، انا راح اقول تربيع نانا تربيع نانا تربيع. ليش داخل ديموفر؟ وتساوي 2 تربيع 4 افتح قوس كوساين وزع الاثنين ايش راح يصير عندك؟ وزع الاثنين ايش راح يصير؟ راح يصير 2 باي على 6 فيها 1 فيها 3. اذا راح اكتب قبل باي على 3 زائدا اي ساين الباي على 3. الله استاذ احسب الزاويه كوساين باي على 3 ونص. لا حبيبي مو اكو مطلب. ثم جد الجذور الخمسه له. بعدنا ما خلصنا الحل. يعني هسه يريد الجذر الخامس، يعني هنا لازم يصير مرفوعه الى اس 1 على 5 هنا مرفوعه الى اس 1 على 5 واجي اكتب قانون نتيجه مبرهنه ديموفر وتساوي الجذر الخامس للأربعة افتح قوس كوساين اجر خط الكسر ايش قد مقام الأس؟ 5 ينزل ايش قد الثيتا؟ باي على 3 شضيف 2 كي باي زائدا اي ساين نفس الحالة جر خط الكسر ايش قد مقام الأس؟ 5 ايش قد الثيتا؟ باي على 3 زائدا منو؟ 2 كي باي سد القوس. يلا الكي منين يبلش العداد مالته؟ 0 1 2 3 4 أقل من الرقم اللي رايده بواحد 5 لحد الأربعة وأوقف. زين هسه راح أبلش أعد مرة الكي تساوي 0 مرة الكي تساوي 1 مرة الكي تساوي 2 أحسب الناتج على كيفي. هاي راح أخليها قبالك بقوا عليه شلون راح أحسب لك الناتج. انتبه لي هنا ايش عندي؟ اف كي تساوي 0 اف كي تساوي 0 احسب الناتج. راح اكتب جذر 4 يلا هنا جذر الخامس للأربعة افتح قوس كوساين احسب لك الناتج هنا وانزله قبل. عندي كوساين باي على 3 زائدا 2 كي باي على 5. لو اجيت عوضت بمكان الكي 0 فهذا كله راح يروح. ايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي يابا 3 في 5 15 اذا باي على 15 زائدا اي ساين الباي على 15. يابا سؤال انت تعرف الباي على كوساين الباي على 15 قد؟ لا والله استاذ ما اعرفها. اوف هلا تحسبها. هاي استاذ هيك هاي يوقف الحل؟ اي حبيبي هيجي وتعبر على اف كي تساوي 1 زين وتساوي جذر الخامس للأربعة افتح قوس كوساين. يلا خلي اعوض مكان الكي هسه 1 ايش قد راح يطلع لي الناتج؟ راح اقول يابا كوساين مكان الكي ايش قد اعوض 1 فراح تصير باي على 3 زائدا 2 كي العفو 2 كي مكان الكي عوضت 1 اذا راح تصير 2 في 1 1 في باي 2 باي على ايش قد؟ على 5. زين انا ايش راح اسوي؟ انا راح اوحد مقامات وين؟ بالبسط مثل ما تعلمنا قبل شويه. شويه معقده بس طول الخلق وياي. يلا كوساين جر خط الكسر 5 بالمقام. هنا أنا بالبسط شلون راح اوحد مقامات؟ على 3 ايش قد مقام الاثنين؟ باي 1 1 في باي باي 3 في 2 6 باي زائدا باي 7 باي يعني 1 في باي باي زائدا 3 في 2 6 باي اجمعهم وش قد؟ 7 باي. زين 5 في 3 كوساين 7 باي على ايش قد؟ على 15. تعرف الناتج مالته؟ لا ما اعرف استاذ. يلا نزل لي هيك وها هي يعني 7 باي على ايش قد؟ على 15 زائدا اي ساين 7 باي على 15 سد القوس وها هي. اعبر وين؟ اف كي تساوي 2 اف كي تساوي 2 هنا اف
كي تساوي 3 ناقف كي تساوي 4. يلا وتساوي الجذر الخامس للأربعة افتح قوس كوساين. استاذ شلون راح تحسب لي اياها؟ باور هنا كانت 1 باي صارت 7 باي. ايش قد زادت؟ زادت استاذ 7. لا حبيبي زادت 6. شلون استاذ؟ هنا 1 باي ايش قد اضيف عليه حتى يصير 7؟ 6. اذا 1 زائد 6 ايش قد؟ 7. زين اذا هو ايش يزيد بمقدار ايش قد؟ 6 وحدات. اذا ايش راح اقول؟ 7 زائد 6 13 باي، وانزل هنا 13 باي على 15 زائدا اي ساين 13 باي على 15 واعبر. زين هنا الجذر الخامس للأربعة افتح قوس كوساين. ايش قد يزيد بمقدار ايش قد؟ مقدار 6 وحدات. 13 زائدا 6 19. اذا راح يصير 19 باي على ايش قد؟ على 15 زائدا اي ساين 19 باي على 15. سد القوس. زين هنا الجذر الخامس للأربعة افتح قوس كوساين. يابا 19 زائدا 6 25 باي على 15 زائدا اي ساين 25 باي على 15. لهنا ينتهي الحل. استاذ هيك واتوقف؟ اي هيك وتتوقف. زين استاذ هاي الاخيره مو ممكن احلها؟ اي ممكن تحلها. تقسم على 5 راح تصير 15 كم 5 بيها 3، 25 كم 5 بيها 5. ممكن تنحل. بس بما انه انت كلهن مشيتن ما حليتن فبقيهن كلهن ما احلهن. يعني استاذ هيك يعطيني درجه كامله؟ باذن الله ينطيك درجه كامله. زين يلا تحياتي واشواقي. انتهت المحاضره.